السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم البروف حسام حسن، أستاذ اللغة الفرنسية. في الفيديو ده هنبدأ مع بعض الحلقة الثانية من سلسلة هتتكلم فرنساوي، السلسلة اللي هتخلي النطق الفرنسي بالنسبة لك سهل جدا جدا. معانا درس بسيط لكنه مهم خالص، ومحدش يبدأ فرنساوي صح من غير ما يفهمه. يعني من الآخر عنوان الحلقة الثانية les accents، أي النبرات الصوتية أو علامات النطق في اللغة الفرنسية. حاجات شكلها صغير لكن تأثيرها كبير، ولو فهمتها هتفك حوالي نص لغز النطق الفرنسي بشكل بسيط. يلا نبدأ ونشوف ازاي شرطة صغيرة فوق حرف ممكن تغير كل حاجة، سواء كان في النطق أو في المعنى. مش هطول عليك المقدمة، يلا بينا على الشرح. علامات النطق les accents، قال لي هي علامات توضع فوق بعض الحروف. خلي بالك هنا ايه؟ ايوه، في الفيديو الاول او في الحلقة الاولى من السلسلة اتكلمنا عن ان هناك نوعين من الحروف، حروف لإما حروف كونسون او حروف فويل، يعني حروف ساكنة او حروف متحركة. طيب les accents اي النبرات الصوتية اللي هي يعتبر علشان نشبهها كده مثلا باللغة العربية بنلاقي ان في زي الفتحة او الكسرة بتوضع فوق الحروف. كذلك الامر انا عندي في اللغة الفرنسية بتوضع اشكال معينة اللي احنا بنقول عليها les accents، علامات النطق او النبرات الصوتية على الحروف. طيب اي حروف، ساكن ولا متحرك؟ قال لي لا، توضع على الحروف المتحركة. طيب ايه وظيفتها؟ قال لي ان هي تؤثر ايه في المعنى وفي النطق، ولا يمكن اغفالها اطلاقا. يعني ما ينفعش ان انا لو الكلمة عليها نبرة او اكسون ان انا اكتبها من غيرها، لا خطأ، لان النبرة هنا لها تأثير في المعنى ولها تأثير كمان في النطق. طب ايه هي النبرات الصوتية؟ تعالوا نتعرف مع بعض على اول نبرة صوتية وبنقول عليها اكسون تيجو. بنقول عليها ايه؟ اكسون تيجو، وهي نبرة بيكون الشكل بتاعها على الاتجاه ده، تمام، بالشكل ده كده، ممكن نقول اتجاه يمين. وايه وظيفتها؟ طيب قال لي توضع على حرف ال تاني، توضع على حرف ال فقط. يبقى وظيفة الاكسون تيجو اللي هي اتجاهها ناحية اليمين توضع على الحرف ده فقط، سواء في اول الكلمة او في وسط الكلمة او في اخرها. طب ايه وظيفته بقى؟ واحنا بننطق في الحلقة الاولى في الحروف، تعالوا كده نذكر نفسنا ونقول ا ب س د. ايوه، هو الحرف ده كنا بنقول عليه اللي هو ينطق، كنا بنقول ان هو ده الصوت ايه؟ صوت الحرف ده ينطق طيب ملاحظين ان هنا في اللغة بنقول عليها العقيمة في الصوت. ايه دي؟ طب ما احنا ممكن نخليها يعني نفتح في الصوت شوية. بتيجي هنا بقى وظيفة الاكسون تيجو. قال لي عندما توضع هذه النبرة الصوتية على هذا الحرف فقط، قال لي ينطق مثل حرف الاي في الانجليش. يعني على اعتبار هنشوف مثلا اللي هي الكلمة الاولى ايكول. ايكول وهي بمعنى مدرسة. زي ما انتم شايفين، نكبر كده هنلاقي ان الحرف ده الاو عليه اكسون. طيب لو انا ما وضعتش هذه النبرة مش هعرف معناها ايه، وفي نفس الوقت هنطقها تبقى اكل وليس لها معنى. لكن وضعت النبرة وكتبت على الحرف الاو فخليته يبقى اي مفتوح في النطق، يعني تبقى ايكول. كذلك الامر في كلمة مترو، مترو، وضعت ايضا الاكسون على الاو، ما ينفع لو انا ما حطيتهاش يبقى مترو، خطأ. نضع النبرة مترو. وكمان كلمة تي بمعنى شاي، تمام، فهي برضو وضعت لتنطق مثل الاي في الانجليش فتبقى تي. طيب انا بكتب النبرة بمزاجي؟ لا طبعا، انت بتبقى حافظ الكلمة بالاكسون بتاعتها، ما ينفعش ان انت تغير فيها ولا تحرف ابدا، زي ما هي وتحفظ. يبقى بتخلي الصوت مفتوح شوية، بخلاف لما كنت مثلا في نطق الضمير جو. شايف هنا انا هنا بقولها جو، طب ينفع اقولها جي؟ لا خطأ. طب ليه خطأ؟ لان اولا مش عليها نبرة او اكسون تيجو، دي حاجة. الحاجة التانية بنسميه مقطع مونوسيلاب، وان شاء الله في هذه السلسلة ايضا هندرس حاجة اسمها المقاطع الصوتية وتقسيماتها، تمام. يعني كلام سابق لأوانه، بس خلينا نشوف ان النبرة الصوتية هنا وظيفتها ان هي بتظبط في الصوت فقط. انهي نبرة؟
الاكسنت ايجو. وكده خلصت بالنسبه لي، وما عنديش اي مشكله فيها ولا اي تفاصيل ولا اي حالات شاذه. اهم شيء ان هي بتخليني ان انا انطق بشكل ان الحرف يكون A. école. كرر ورايا. école. école. مترو، بس اتفقنا اغ مش ار. مترو، ولو ان هي تنطق مترو، وهنبقى ناخد الاحكام بتاعت حرف الاغ في السلسلة برضو. تي. نشوف الاكسون التانية. تمام. وقال لي هي اكسون جراف، وما تترجمش المعنى حرفي، هي بنقول عنها اكسون جراف، يعني ما تقولش يعني اكسون جراف، هي اسمها كده. تمام. وبيكون اتجاهها بقى عكس الاتجاه يعتبر النبرة الأولى، يعني النبرة الأولى كان اتجاهها يمين، دي اتجاهها ناحية ايه؟ اليسار بالشكل ده. تمام. وايه وظيفتها بقى؟ قال لي توضع على الحروف الآتية. خلي بالك الاكسنت جو توضع على حرف واحد فقط اللي هو حرف الاو، وبتخليه يبقى A. طيب تمام. نشوف بقى اللي هو بتوضع على 3 حروف. ايه هي بقى الحروف اللي موجودة معايا؟ قال لي اللي هم دول. توضع على حرف الآ، وتوضع على حرف الأ، وتوضع على حرف الأو. يبقى تاني 3 حروف. طيب ملاحظة كده علشان تبقى عارف القصة من أولها. إيه هي؟ قال لي لما توضع الأكسون على الحرف مثلا زي حرف الأ، تمام، أو حرف الأو، مش هتغير في الصوت، هو زي ما هو عادي، عادي. تمام. بس هيكون ليها وظيفة أخرى إن هي بتغير في المعنى. طيب ماشي. بالنسبة إذا وضعت على حرف الأ هنا بتغير في المعنى. قاعدة عامة كده إن النبرة الصوتية أو الأكسون لما بتوضع على أي حرف متحرك خلاف الحرف ده اللي هو الأ ما بتغيرش في الصوت بتاعه، يعني بتخليه عادي. تمام. لكن إذا وضعت على حرف الأ بتغير الصوت تماما، بتخليه زي صوت الأ بالإنجليش، يعني الصوت يعتبر مفتوح. نكمل. يبقى توضع على هذه الحروف فقط وتجعل الحرف مفتوح اوفر. طيب تعالوا نشوف الكلام ده ماشي ازاي. هنمسك المثال الاول بالشكل ده. تمام. هنلاقي عندي ان كلمة بير، كلمة بير معناها هنا ايه؟ معناها اب. طيب تمام. بحط الاكسون ايه؟ مكتوبة جراف، يعني اتجاهها ناحية اليسار، تبقى بير. كأن نطقت زي صوت الاي بالانجليزي. تمام. بس مفتوح. على عكس ايه هنا؟ على عكس ايكول. تاني قلت هنا ايكول، لكنها بير. تاني. يبقى الاكسون اللي اتجاهها يمين اكسون تيجي ايكول. مترو لكن الاكسون جراف بير. ماغ. خلاص. يبقى هنا ايه؟ غيرت في النطق بتاع حرف بدل ما ينطق نطق بس اوفرت، يعني مفتوح الصوت بشكل عام. طيب تمام. طب اذا وضعت على حرف بقى هنا هل تغير في الصوت؟ لا، زي ما هو لا عادي، والتانية كمان لا. بس هنا هتعمل ايه؟ نكتب كده ايه؟ تغير في المعنى فقط بالنسبة للحالة التانية. فلا يعني ألف ولام لأداة المعرفة لا. طب حطينا بقى الأكسون أو كتبنا الأكسون على الحرف، بيجي تغير المعنى تماما، بيجي هناك. يبقى تخلي بالك إن وظيفة الأكسون جراف وظيفتها هي أنها تغير في المعنى وتغير في الصوت. ماشي. طب نشوف الناحية دي كده، نشوف دي كمان. هنا انا عندي او، حط النبرة على حرف الاو، بقيت او. هتقول طب ثانية بقى، طب هو مش المفروض حرف الاو، يعني المفروض اسمع صوت الاو؟ ما انا لما ندرس بقى الحروف المتحركة والاصوات المتحركة من تاني، تمام، ونتعمق فيها بقى، هتعرف ليه انا قلت او، ما فصلتش في الصوت او اخترعت الصوت مثلا، يعني ما قلتش او خطأ، اسمها او على بعض.
ده ان شاء الله في باقي حلقات السلسلة هنتعرف عليه، بس اهم شيء اللي أنا لازم اعرف ايه النبرة. يبقى الاكسون جراف وظيفتها هي تغير في الصوت او في النطق، وبعدين هنا بتخلي المعنى برضو مختلف، وبمعنى او وبرضو هي بس بالنبرة بتخليها هنا ايه اين. يبقى في علم الفوناتيك، في علم لا فوناتيك، في علم الصوتيات، لازم اخلي بالي من فكرة الصوت. انا بسمع اكتر، يعني لازم ودني تسمع، مش كل شوية اكتب. ماشي مع الكتابة خلاص احنا ثبتنا الكلمة، قلت باغ يعني اب، ماغ يعني ام، طيب ماشي، عايز بقى اكرر ان ودني تسمع الكلام ده وتكرره تاني وهكذا. وبكده نكون خلصنا الاكسون جراف. ننتقل بعد ذلك الى الاكسون سيركونفلكس. والاكسون سيركونفلكس هي عاملة زي التمانية، وتوضع على الحروف دي، توضع على حرف الآ والأ والإي والأو والإي، توضع على كامل الحروف ايه؟ كامل الحروف المتحركة يعتبر فقط، وتجعل الحرف مفتوح أو ممدود اوفر لون، يعني صوت مفتوح. طيب تمام، نعمل ايه بقى؟ هي يعتبر برضو بتغير في الحرف الأساسي اللي أنا شغال عليه. ركز، الحرف ده هو ده اللي بتغير في الصوت بتاعه، لكن الآ الإي الأو الإي بتخلي فيه مادة بس بسيط، لكن يعتبر بتغير بشكل أساسي في حرف الأ، يبقى آ بقى. ماشي طيب تمام. ايه الفكرة بتاعتها او ايه الملاحظات بتاعتها واستخداماتها؟ قال لي النبرات في العموم يعني، وتحديدا النبرة السيركونفلكس، قال لي توضع للتعويض عن حرف حذف اثناء تطور اللغة، وغالبا ما يكون حرف الاس. ركز معايا، غالبا ما يكون حرف ايه؟ الاس. يعني مثلا زي كلمة اوبيتال، اوبيتال اوبيتال، شايف ممدودة اهي، ركز، تبقى اوبيتال. ماشي، يعني على اعتبار ان هنا كان في حرف الاس وحذف اثناء تطور اللغه، اسبيتال، تمام، لا بيجيت اوبيتال، ومش بنطق حرف الاش. حرف الاش هنا غير منطوق بالنسبه لي، يعني يعتبر باخد من الحرف الثاني في النطق اوبيتال، مش اوبيتال. اوبيتال فيها ماده خفيفه كده. كمان زي كلمه فات، فات يعني حفله او عيد، اوبيتال يعني مستشفى. فات تاني، فات فات. وكمان توضع للتمييز بين كلمتين متشابهتين، زي برضو كلمة سير، هي سير، نفس الصوت لكن المعنى مختلف. واحنا قلنا الاكسون زي ما قلنا في من شوية، الاكسون جراف وظيفتها بتظبط الصوت وبتغير في المعنى. نفس الكلام الاكسون سيركونفلكس. هنا كلمة سير حطينا النبرة، يعني متأكد، شلنا النبرة بقت حرف جر بمعنى ايه؟ بمعنى فوق او على، بس الاتنين نفس الصوت. كمان بيقول لي توضع لجعل الحرف المتحرك ممدود، تمام، زي آج. ركز كده معايا، آج آج، مش آج، مش بنقولش كده آج، لا آج، تمام. زي كلمة إيل، إيل، ما تقولش إل، لا إيل، إيل، آج، تمام. يبقى كرر كده معايا، اوبيتال، فات، سير، سير، آج، إيل، إيل. وادي تلخيص الاكسون سيركونفلكس بكل بساطة، وما عندناش اي مشكلة في اللغة. اهم شيء ان انت لازم تكتب الكلمة بالنبرة علشان تكون الامور واضحة معاك، ما يبقاش فيه اي مشكلة خالص وانت بتقرأ اللغة ايه؟ الفرنسية. نروح للاكسون سيدي. الاكسون سيدي ودي سهلة جدا جدا جدا. يعني هنلاحظ بقى ان معظم النبرات سواء كانت النبرة اكسون تيجو او الاكسون جراف او الاكسون سيركونفلكس توضع دائما على حرف ايه؟ حرف متحرك، على حرف فويال. لكن المرة دي بقى المفارقة ان هي توضع على حرف ايه؟ حرف السي. يعني حرف ايه؟ خلي بالك، ركز معايا، حرف هنا ساكن. طيب تمام. قال لي اذا كان يتبعه احد الحروف الثلاثة، الآ الأو الأو. طيب اديني مثال وضح لي الكلام ده. حرف السي في العموم
ويبقى في شرح تفصيلي ليه في السلسلة أيضا. ليه نطقين؟ ركز معايا هنا بقى في الشرح. تمام؟ إن حرف الس في العموم تمام يا إما ينطق ك يا إما ينطق اس يا إما ينطق جا، خلاص، يا إما ينطق اللي هو بالعربي كده يديك مثلا صوت الش. تمام؟ وده ليه ملاحظات. اهم شيء بس ركز معايا هنا على اللي هو يعتبر ايه الكا ويديني صوت ايه الاس. قال لي امتى انطق حرف الس تحديدا اهو، ركز معايا. الس تمام بيساوي صوت الاس س س س. لما الاقي ان حرف الس جاي بعد منه 3 حروف مهمين جدا اللي هو الاي والاي والايجرج، ينطق ايه؟ ينطق س. اديني مثال عشان افهم اكتر. بص كده ركز معايا. تمام؟ ككلمه اهو معناها سماء. ما ينفعش اقول كيال، خطأ. ليه؟ لان حرف الس اتى بعده حرف من الثلاثة اللي بيخليه ينطق صوت س. تمام؟ يبقى اقولها سيال وليس كيال. زي كلمة برضو اخرى شوفها مع بعض. كلمة ليسي. تمام؟ شايف؟ ركز معي هنا. ليه ده اديته صوت الاس كده؟ صوت مش حرف، خلي بالك. تمام؟ علشان اتى بعده حرف من الحروف الثلاثة اللي بيخلينا ننطقها صوت الاس. صوت الس مش حرف، صوت، خلي بالك. س يبقى ليسا، ما ينفعش اقولها ليكا. خلاف اللي انا قلته هنا. تمام؟ ينطق حرف ايه؟ حرف ك. زي لما اقول مثلا كلمة كوبا ما ينفعش اقولها ستوبا، خطأ. زي مثلا كلمة، ركز معايا، ما راد. تمام؟ هنا بقولها ايه بقى؟ مش سا. يبقى ادي القصة. طيب في حالات استثنائية بقى في اللغة. شايف؟ اذا كان يتبعه احد الحروف الثلاثة يبقى في 3 حروف جداد. تمام؟ غير اللي اتكلمت عليهم في الحالة اللي فاتت. ماشي؟ بينطق برضو اس، بس شرط لازم احط تحت حرف الس. ركز معايا بقى هنا، احط اس صغيرة كده، ودي بقول عليها ايه؟ بقول عليها سدي. بقول عليها ايه؟ سدي. طيب بص في المثال ده كده وركز معايا. هنلاقي عندي هنا ايه؟ كلمة فرانسي. ما ينفعش اقولها فرانكا. ليه؟ لان وضعت حرف الاس الصغيرة اللي هي السدي اسفل حرف الس، لان اتى بعده مباشرة احدى الحروف الثلاثة اللي هي ايوه ركز معايا، اللي هو صوت حرف الأ، حرف الأو، حرف الأو. فلازم اكتب اس صغيرة علشان ينطق س لجمال الصوت فقط. اقول ايه؟ فرانسي. تاني فرانسي. والساكن الاخير ايه؟ لا ينطق. هنيجي اللي بعديها جارسون، ما ينفعش اقولها جاركون، خطأ. جارسون. تاني جارسون. اللي بعديها ديسو. ما ينفعش اقولها ديكو، خطأ. ديسو. يبقى النبرة اللي هي الاكسون سي دي توضع تحت حرف الس حتى ينطق صوت الاس، بس لازم شرط 3 حروف من اللي موجودين دول عشان تكون الامور سهلة معايا. وكده اتعرفت على الاكسون سي دي. هنروح لنبرة مهمة جدا جدا، وهي نبرة اسمها تريما. اسمها ايه؟ تريما. ايه التريما دي؟ عبارة عن نقطتين وبيشتغلوا مع حرفين فقط من الحروف المتحركة. ايه هي الحروف المتحركة بالنسبة لي على النبرة دي؟ قال لي تأتي مع حرف الاي والاو. اذا وجدت لابد ان ننطق هذا الحرف بشكل منفصل عن الحرف المتحرك الذي يسبقه. يعني الكلام ده يعني بنلاحظ مثلا زي كلمة مثلا هنا، تمام، نو
تمام. نجرب كده الصورة. نو ويل، نو ويل. تاني نو ويل. باجي في وقفة في الصوت كأن انا باجي عند الصوت هنا، تمام، ركز معايا، وبعمل فاصل كده. نو ويل. زي مثلا الكلمة دي ما إيس، مش ما إيس، لا ما إيس، في وقفة كده صوتية. زي كمان كلمة إسماعيلية. إسما كده وقفت عند الصوت اهو، عند حرف الأ. أول ما الاقي الحرف الإي بيجي عليه نقطتين، تمام، يبقى إذا يعتبر بقى في وقفة صوتية. إسماعيلية، إسماعيل. تاني مع بعض. إسماعيلية. ما إيس. نو ويل، نو ويل. وقفة ايه؟ صوتية. ويمكن الحروف اللي عليها نقطتين دي برضو متشابهة مع اللونج تورك، يعني اللغة ايه؟ اللغة التركية برضو في حروف بيكون عليها نقطتين، يعتبر متقاربة برضو من ناحية الشكل. فبرضو عندي في اللغة الفرنسية بس على حرفين فقط، هم ايه؟ هم الاو والاي. تمام. يبقى نركز كويس جدا في النبرات الصوتية. وبكده نكون وصلنا لمجمل الاشكال بتاعه النبرات الصوتيه. هنروح لنبره صوتيه يعني هي علامه، هي علامه، تمام، بس وجودها بيفرق في الصوت، فعلشان كده احنا يعتبر بنصنفها او بتيجي تحت مفهوم الاكسون، تمام، ان هي بتجمل في الصوت، بتغير في حركه الصوت. فهنشوفها مع بعض، تمام. وهي الابوستروف، هي سهله جدا، او الابستروف، تمام، سهله جدا جدا، لان يعتبر انا بمجرد ما اشوف الكلام اهو بيقول له توضع لكلمه بدل من احد الحروف، يعني من الاخر، من الاخر كده حرف متحرك بعد منه حرف متحرك، يعتبر بخليه ايه؟ ابوستروف. زي مثلا في الادوات اهي، انا عندي هنا دي اداه معرفه لو، ومكتوب لو امي، بسبب ان في حرف هنا متحرك، تمام، بعد منه اهو، خلاص يبقى بيقول لي لا تخليها الا ابوستروف بسبب الحرف المتحرك. ليه؟ لجمال الصوت. يعني ايه الكلام ده؟ قبل ان تتحول الى ابوستروف كانت تنطق لو امي، فكلمتين، لا انا عايز الكلمتين يكون صوت واحد. يبقى وظيفه الابوستروف هنا بتعمل ايه؟ بتخلي الكلمه والكلمه اللي بعديها ينطقوا كصوت واحد. يعني بيجت ايه بعد السهم؟ بيجت لامي، فبدل لو امي بيجت ايه؟ لامي. فالاسهل لو امي ولا امي؟ برافو عليك، الاسهل هنا عندي ايه؟ لامي. كمان زي في الضمير انا، جو، ادي شايف حرف الاو بعد منه حرف ايه؟ اوعى تقول الاش متحرك، خلي بالك، لا لا لا، خلي بالك. انا هنا لما حولتها، ركز معايا في الحته دي، لما حولتها هنا جا ابوستروف، حولتها بناء على الحرف اللي بعد حرف الاش، لان الاش مش منطوق علشان خاطر اتعامل معاه اصلا. ركز معايا في الملاحظه، بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان هذه النبرة بدلا من الحروف الابوستروف، يعني عندما يتبعها الحرف المتحرك، دي قلناها خلاص، تمام، ان في حرف متحرك جاي بعديها، ماشي. او كلمات اخرى تبدا بحرف ايه؟ تبدا بحرف الاش. ركز اهو، حرف الاش. يبقى الاش هنا نقدر نقول عليه ان هو ايه؟ غير منطوق. حرف الاش غير منطوق، بس على اعتبار ان هو خلاص يعني حرف ايه؟ لازم يجي حرف متحرك، فبنقول يلا ممكن نقول ان هو ايه؟ ماشي معاه، يعني كأن مثلا ايه؟ شويه صحاب، فده متصاحب عليهم بس هو مش منهم، او اخوات وده حد غريب فمصاحبهم ماشي معاهم، يعني ينسب اليهم ان هو ايه؟ متحرك، لكن هو غير منطوق، تمام، مش متحرك. خلاص. يبقى تاني وضعت هنا الابوستروف بناء على الحرف الآ وليس حرف الأش. طب كانت ايه وبقت ايه؟ كانت جو ابيت، لا بقت جابيت. فالاسهل هنا ان انا اقول جابيت وليس جو ابيت. وبكده نكون خلصنا النبرات الصوتية. كل اللي عاوزه منك ان انت تدرس النبرة الصوتية وتذاكرها كويس وتنطق ورايا كل كلمة، تمام، بشكل سلس وبسيط جدا. اهم حاجة ان انت تردد ورايا، وهنطق لك الكلمات برضو من تاني، تمام، في النبرات الصوتية. ركز معايا وردد ورايا. école, métro, thé,
نروح للنبرة التانية جراف. بار بس قولها بالأغ. بار. ماغ. لا. لا. او. او. نشوف الأكسون سيركونفلكس. اوبيتال. اوبيتال. فات. سور. سور. آج. إيل. نشوف الأكسون سيدي. فرانسي. فرانسي. garçon. garçon. déçu. déçu. الأبستروف. l'ami. j'habite. وهكذا. كرر وبطئ الصوت براحتك. تمام. اهم شيء ان انت تكرر لحد ما ناخد ان شاء الله كلمات جديدة هنزلها برضو، ان انت تنطق معايا الكلمات الجديدة وتبدأ ان انت تمارس نطق اللغة الفرنسية بشكل سهل جدا. اهم شيء ان انت لازم تكرر علشان اللغة الفرنسية تتميز بالاستماع اكتر، الصوت اكتر. يعني انت بتكتب حاجة بس بتنطق حاجة تانية مختلفة، فخلي بالك من الحتة دي، مهمة جدا جدا جدا. هسيبك مع الكويز ده. تمام. ركز معاه كويس وحاول ان انت تختار الاجابات وتكرر كمان معاه. نشوف مع بعض الكويز. بعد ما خلصنا شرح الأكسون بشكل عام هننتقل بعد ذلك لمرحلة النطق. هذه كلمات يعني هنطقها معاك، وحاول انك تكرر معايا وتبطئ الصوت. تمام. وبعدين تكرر بشكل سليم مرة واثنين وثلاثة. اقرأ معايا يلا. أول الكلمات هنبدأ عادي بالترتيب، يعني من أول أكسون تيجو جراف وهكذا. يلا نبدأ. école. 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 été. 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 éléphant. 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 café. 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 répéter. 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 père. 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 train. 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 problème. 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 derrière. 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 près. près. à. 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 là. 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 déjà. 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 voilà. 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 au. 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 hôtel. 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 forêt. forêt. île. île.
hôpital, 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 du, Noël, 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 maïs, 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 Ismaïl, Ismaïl, français, 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 garçon, 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 commençons, commençons, ça, وبكده يا أبطالنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا في هذه السلسلة، ونكون خلصنا أهم جزء ممكن يفرق معايا في بداية رحلتي في نطق اللغة الفرنسية. الأكسون يمكن شكلها صغير، لكن اللي فهمناه من الفيديو ده يخلينا إن احنا نقرأ وننطق بشكل صحيح جدا من أول مرة. لو حسيت إن الدرس فهمك حاجة جديدة ما تنساش إنك تراجع الأمثلة وتحاول إنك تنطقها بصوت عالي، لأن نطق مهارة مش هتجوى معاك غير بالتكرار. استنوني في الحلقة الجاية من سلسلة تتكلم فرنساوي. هنبدأ ندخل في الجد بقى ونبدأ ندرس الأصوات المتحركة بشكل متعمق شوية، وهقول لك على شوية أسرار وفنيات إن أنت إزاي تنطق فرنساوي برضو بشكل سلس وبسيط. وخلي هدفك واضح، ودايما خلي شعارك يكون أنا هتكلم فرنساوي. وفي الختام سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.